موجهة يعني مطلوب مني أقراها قراءة جهرية صوت عالي بمخارج ألفاظ صحيحة بلغة عربية سليمة. دي واحد. الحاجة التانية مطلوب مني كمان أتملاها في البيت كاملة، يعني من الأول للآخر. تلاتة، مطلوب مني أحفظ الكلمات اللي عامل لي عليها بالأزرق في كتاب الخارجي أو تبقى بالأحمر في كتاب المدرسة. أحفظها إزاي؟ أفهمها. يبقى ده الفرق بين القصة الموجهة قصة الاستماع. الحصة اللي فاتت قلت لك لا تحفظ ولا تسمع كلمات ولا تتملى ولا أي حاجة. كل المطلوب منك أحداث البداية والنهاية والوسط و هنا تقراها صوت عالي بلغة عربية صحيحة وتقول في فناء المدرسة مش في فناء المدرسة. اقرا قراءة صحيحة، ده المطلوب من الدرس ده، وتتملاه وتحفظ الكلمات الخمس تقريبا الكلمات الشائعة اللي فين اللي في القصة. تمام؟ طيب تعال نشوف الدرس ده بيتكلم على ايه. الدرس بيقول أنا أستطيع. أنا ضمير متكلم للمفرد المذكر والمؤنث، يعني لو أنا ولد هقول أنا عمر، لو أنا بنت هقول أنا أمينة. الاثنين مفيش فصل بينهم، مش زي أسماء الإشارة. تمام؟ ولو هتكلم عن الجمع هنقول نحن. أستطيع يعني أقدر، أنا بعرف أعمل الحاجة دي. لسه واخدينها في الإنجليش دلوقتي. I can، أنا أستطيع، هي زيها بالظبط. I can، أنا أستطيع. نكمل. في فناء المدرسة وقف المعلم ليختار من التلاميذ فريقا لكرة القدم. في ده حرف جر، فناء ده اسم. عرفنا ازاي؟ حط ليها ألف ولام. يعني كلمة فناء أعرف ازاي إن هي اسم ولا فعل؟ بحط ليها التعريف. لو الكلمة قبلت الألف واللام يبقى ده اسم، لو ما قبلتش الألف واللام يبقى فعل. حط الألف واللام. الفناء قبلتها. فناء يعني الحوش المدرسة، الحوش اللي احنا بنقف فيه في الطابور. تمام؟ طيب وقف المعلم ليه؟ ليختار، ودي حاجة اسمها لام التعليل. لام التعليل ليختار. ناخد بالنا من لام التعليل لأنها مهمة جدا 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 عندنا. ها؟ ليه وقف؟ عارف عامل زي ايه في الإنجليزي؟ زي كلمة because. ليه؟ واي بقول because 1 2 3. ليه وقف المعلم؟ ليختار. ليه اسمها لام التعليل. خد بالك من في لام تعليل وفي لام حرف جر، وهناخدهم ان شاء الله السنه دي بالتفصيل. وقف المعلم ليه؟ ليختار. عندك السنه دي ليه؟ ليختار. لام التعليل بتعرفني هو وقف في الفناء ليه؟ عشان هي كلمه عشان دي ليختار. من التلاميذ فريقا لكرة القدم. تمام؟ فريقا تنوين بالايه؟ تنوين بالفتح. وقلنا قبل كده بنميز التنوين بالفتح من النون ان انا بحذف النون في الكلمه. يعني كلمه فريقا انا مش عارف اكتبها كده فريقا بالتنوين ولا اكتبها فريقا بالنون، ما الاثنين اخرهم صح. لو قريتها دي فريقا ودي فريقا انا اعرف ازاي؟ بص يا سيدي، التنوين زايد على الكلمه. يعني ايه يا مستر زايد على الكلمه؟ يعني لو حذفته من الكلمه تفضل زي ما هي، ما تنضرش او لا تخل بالمعنى. تعالى كده فريقا، شيل النون فريق، كلمه ما باظتش. ولدا، شيل التنوين ولد. بنتا، شيل التنوين بنت. في الحاله دي وانت بتتملى هتشيل النون من الكلمه زي ما هي، المعنى مستقيم، يبقى دي تنوين زايد على الكلمه. لكن التنوين النون الاساسيه تمام مالها من اصل الكلمه، لو شلتها الكلمه تبوظ. كلمه فستان اعملها ازاي؟ تنوين ولا نون؟ شيل النون. فستا، الكلمه باظت. بستان، شيل النون بستا. حنان، شيل النون حناء، الكلمه باظت. ميدان، شيل النون ميدا. يبقى لما الكلمه تبوظ يبقى هحط نون في الاخر. تمام؟ لكن لما اشيل التنوين والكلمه فضلت زي ما هي يبقى ده تنوين. خد بالك، فريقا بستان الاثنين اخرهم نون. اعرف منين ان ده تنوين ولا نون؟ بنشيل النون في الاخر. فريق، شيل النون، الكلمه زي ما هي. كلمه فريق فعلا كلمه، لكن كلمه بستان شيل النون بستا، يبقى دي نون من اصل الكلمه. دي احسن طريقه تميز بينها فيها بين التنوين والنون العاديه. احنا بناخد حاجات اهو اساليب وتراكيب مش موجوده في الدرس. تمام؟ نكمل. فريقا لكرة القدم، نفس اللي فوق بالظبط. لكرة. مستر انا مش عارف افرق ده. لا، طب دي بقى لام تعليل ولا لام حرف جر؟ احنا عندنا حروف الجر كام؟ ها؟
اللي عندنا السنه دي من، في، عن، الى. وحروف جر متصله، الكاف تبقى في الكلمه، لازقه في الكلمه يعني، واللام ماسكه في الكلمه، والباء ماسكه في الكلمه. دي اسمها حروف جر منفصله. يعني منفصله بتبقى لوحدها مش ماسكه في الكلمه. وحروف جر ايه؟ متصله ماسكه في الكلمه. تمام. الجندي كالاسد، الكاف دي لام حرف جر. للعلم فوائد كثيره، اللام الاولانيه دي ايه؟ لام حرف جر. بالعلم تبني الامم امجادها، ده باء حرف جر. طيب ايه الفرق بين اللام دي واللام دي؟ اللام دي عرفتني النتيجه او السبب اللي خلاه يقف في الفناء. تعال نقول كده: وقف المعلم في فناء المدرسه ليختار. يبقى عرفتني هو وقف ليه؟ ليختار. يبقى اسمها لام تعليل، علة ان هو وقف. ايه السبب ان هو وقف هنا؟ عشان يختار. لكن دي ليختار فريقا لكرة القدم، لا انا مش شايف قبلها حاجة ولا بعدها سبب ولا نتيجة. لكن دي كان قبلها سبب. ايه هو السبب؟ السبب ان هو وقف. النتيجة ايه؟ عشان يختار. لكن دي فريقا لكرة القدم، لكرة القدم لا قبلها سؤال ولا قبلها نتيجة ولا اي حاجة. يبقى في فرق بين لام التعليل ولام حرف الايه؟ الجر. هتعرف تميز منهم ازاي؟ هناخدها ان شاء الله تاني بعد كده، بس انا برميها لك عشان تبقى بالنسبة لك واضحة. لام التعليل ولام حرف الجر. نكمل. يبقى المعلم وقف ليه؟ عشان يختار. فوقف كده، تعالى انت يا عمر، تعالى يا معاذ، تعالى يا احمد، تعالى، وهكذا. 2. اختار المعلم آدم. قال له تعالى يا آدم هتشارك ايه؟ هتشارك معانا. عكس الحصة اللي فاتت. عكس الحصة اللي فاتت، الولد رفع ايده من غير ما يكون مستعد. هنا المعلم اللي اختار. تمام؟ الولد بيقول لكن آدم قال. آدم قال ايه؟ اعتذر يا معلمي، انا اسف يا مستر مش هقدر اشارك معاكم. يا معلمي اسلوب ايه؟ اسلوب نداء. يا معلمي. يا اسلوب نداء. لما اجي اقول لك استخرج من القطعه اسلوب نداء، يا. ايه هي الاداه بتاعته؟ الاداه اللي انا بشتغل بيها القلم والسبوره والموبايل او الكاميرا. الاداه بتاعت اسلوب النداء يا. معلمي هو المنادى، ودايما ورا ياء بيجي اسم معلمي. ياء ايه؟ ياء ملكيه، شيلها. معلم، معلمي، قلم، قلمي، بيت، بيتي. تمام؟ قال له انا اسف يا مستر مش هقدر اشارك معاكم. ليه؟ لا احب ان اكون سببا في الخساره. انا ما بعرفش العب كوره، او ما عنديش ثقه بنفسي، وخايف اكون انا نقطه الضعف في الفريق ده واخسركم الماتش ده. تمام؟ وده يجي دور المعلم وتعزيز الثقه بنفسه. المهم بس قال له ايه؟ لا احب ان اكون سببا في الخساره. لا احب ان اكون سببا في الخساره. مهم، انا عايز دي بس. لا. لما اجي اقول لك لا تلعب في الشارع، لا تلعب في الشارع. لا تلعب في الشارع يعني ما تلعبش. باينه من اسمها ده اسلوب ايه؟ اسلوب نهي. انت عندك اسلوب النهي، اسلوب النفي، اسلوب الاستفهام، اسلوب النداء، اسلوب التعجب. تمام؟ لا، عشان كده قلت لك السنه الاولى فاكر؟ قلت لك ثانيه حاجه ثانيه غير اولى خالص. لا تلعب في الشارع. لا دي زي لا دي، اللام دي زي اللام دي. لا، لا دي اسمها لا الناهيه. يعني ايه ناهيه؟ بتنهيك عن حاجه، بتمنعك تعمل حاجه وحشه. لا تكتب على الحائط، لا تهمل دروسك، لا تهمل صلاتك، لا ترفع صوتك، لا تلعب في الشارع، لا تسهر. تمام؟ خلاص عرفنا ان لا الناهيه يعني بتنهيني اعمل حاجه. لكن اللي فوق لا احب ان اكون. طب انا هعرف ازاي يا مستر اللي فوق دي نفي ولا نهي؟ اللي فوق دي لا النافيه، بتنفي. يعني ايه بتنفي؟ زي كلمه not في الانجليش، بتقول الحاجه دي ما بعملهاش. طب هفرق بينهم ازاي؟ برضو من سياق الجمله. هنا لا تلعب في الشارع، انا بنهاك تعمل حاجه في الشارع. تعال نبص اللي فوق كده. لا احب ان اكون سبب في الخساره. انت شايف ان ادم بينهي المدرس عن حاجه؟ لا انا مش شايف نهي خالص. هو بيعمل ايه؟ بينفي. تمام؟
وفي غلطه بيقع كتير فيها من المدرسين، يقول لك لا الناهيه بيجي وراها فعل مضارع، ولا النافيه ما اعرفش الاثنين بيجي وراهم فعل مضارع. لا احب فعل مضارع، لا تلعب فعل مضارع. تاني افرق بينهم ازاي؟ لا الناهيه بتنهي عن حاجه مش ما تعملهاش، لكن لا النافيه انا بنفي عن نفسي حاجه. لا احب الكذب، بقول لك انا ما بحبش الكذب، مش بنهاك عن حاجه اهو. خد بالك، لا الناهيه بين واحد وواحد، حد بينهي حد عن حاجه، ام بتنهي ابنها، اب بينهي ابنه، مدرس بينهي طالبه. لكن لا النافيه انا بتكلم، انا الوحيد اللي بتكلم وبكلم نفسي، بعرفك حاجه. لا احب الكذب، انا بقول لك انا ما بحبش الكذب. لا احب النمام، لا احب الشخص الكسول. تمام. لا احب الانتظار، انا ما بحبش انتظر حد كتير. تمام. لا احب السهر، ما بحبش اسهر. انت شايف الجمل دي كلها فيها نهي؟ لا، فيها نفي. انا بنفي ان انا ما بحبش الكسول، بنفي ان انا ما بحبش الكذب، بنفي ان انا ما بحبش السهر. تمام. يبقى لا الناهيه ولا النافيه مهمين جدا عندنا في المنهج السنه دي. تمام. نكمل. قال له اعتذر يا معلمي، لا احب ان اكون سببا في الخساره. انا اسف، بعتذر اكون معاكم في الفريق، انا ممكن اكون انا نقطه ضعف الفريق دي وتخسر. تعال نشوف المعلم هيقول له ايه. قال له قال المعلم انت نشيط وماهر. اول حاجه عندي كلمه انت، ده ضمير ايه؟ ضمير مخاطب. انت للمفرد المذكر، انت للمفرده المؤنثه، انتما للمثنى، انتما للمثنى المذكر والمؤنث، انتن للجمع المؤنث، انتم للجمع المذكر. ما علينا. انت ضمير ايه؟ مخاطب، بكلم حد قدام. قال له ايه؟ انت نشيط. نشيط يعني بتتحرك كتير. اهم حاجه الكلمه دي كلمه ماهر، اول كلمه عندها احفظها ماهر. يعني ايه ماهر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يعني ايه؟ الماهر بالقرآن يعني اللي بيقرا صح وبيجود صح وما بيسيبش حرف الا لما يقوله في مكانه، والوقف اللازم والوقف الصح والادغام والغنة، عارف كل حاجة. ده ماهر. انا ماهر في السواقه، في القياده، يعني بسوق كويس. انا ماهر في لعبه القدم، كره القدم. هو بيقول له انت نشيط يعني بتحرك كتير، وماهر. ماهر يعني جيد. تمام. متمكن، بعرف اعمل الحاجه دي كويس. تمام. قال له انت خايف من ايه؟ انت نشيط وماهر يا ادم وتستطيع. تاني كلمه عندها احفظها تستطيع. تاني، ما تحفظش الكلمه وتقول لي تستطيع يعني تقدر، تستطيع يعني لا. يستطيع يعني يقدر ينفذ، يعرف يعمل حاجه. تمام. ليه؟ الكلمات دي بنلاقيها قدامنا في نص تاني مش موجود معانا في المنهج. تمام. يقول لك يستخرج، العكس بقى، استخرج من القطعه كلمه معناها يستطيع. طب انا حافظ ان يستطيع معناها كذا، صيغه السؤال نفسها هتلخبطك، فما تحفظش الكلمه. تستطيع يعني ايه؟ انا استطيع القياده. يعني ايه استطيع؟ يعني بعرف، اقدر. تمام. يستطيع يعني ايه؟ اقدر. قال له ما تخافش يا حبيبي، انت شاطر كويس ماهر يعني، وتستطيع تقدر وتحقيق الايه؟ وتستطيع تحقيق الايه؟ الفوز. كن واثقا. واثق يعني متاكد. انا واثق من ابني ان هو يحل المساله دي، انا واثق ان انا هنجح في الامتحان، انا واثق ان انا هفوز. واثق يعني متاكد. كلمه واثق يعني متاكد. كلمة واثق يعني متأكد. تمام. زي ما انت شايف عندي كام كلمة؟ 1 2 3، دول يتحفظوا بس. تمام. ممكن اضيف عليها الجمع والعكس. يعني جمع، يعني جمع ماهر ماهرون، احفظها. عكس تستطيع تعجز، يعني واحد يستطيع المشي، عكسها واحد لا قدر الله يعجز يعني ما يقدرش يمشي. تمام. عكس واثق، واحد واثق من الفوز او واثق من الاجابه، متردد، اقول ما اقولش، اقول. تمام. نحفظها. تمام. يبقى نحفظ الافعال نحفظ عكسها، والاسماء نحفظ ايه؟ جمعها. تمام. المعلم قال له ايه؟ كن ده اسلوب ايه؟ اسلوب امر. يعني ايه اسلوب امر؟ لسه واخدينها دلوقتي في كونكت. كم تعالى، بلاي العب. لما احط فعل الانجليزي في اول الجمله بيكون ده فعل ايه؟ امر. تمام. وبرضه لما احط الفعل الامر في اول الجمله بس فعل يكون امر. تمام. يعني ما ينفعش اقول يكون غير الانجليش. كن، نم،
صلي، البس، اخلص مثلا يعني كل، ذاكر، صلي، نم مبكرا، تمام، ذاكر دروسك، اشرب مياه كثيرا، كل طعامك. ده اسمه اسلوب ايه؟ امر. المعلم بيقول له بحماس كن واثق، خليك واثق في نفسك. تمام. تعال نشوف ايه. نظر ادم، الصوره دي بقى عليها كلام كتير والمنهج كله، يعني الموضوع مش جاي كده ايه اعتباطا بالصدفه ان جايبين ولد على كرسي متحرك. ده خيط هيجرنا بقى السنين الجايه، وتانيه وتالته ورابعه، هتفضل طول السنين الجايه تاخد دروس لذوي الاراده القويه. مين هم ذوي الاراده القويه؟ تاني في المنهج القديم كان اسمهم ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني هم الناس المعاقين اللي عنده اعاقه سمعيه او بصريه او في بقه ما بيتكلمش او ايده او رجله او اعاقه ذهنيه. هناخد كل الانواع دي في المنهج ان شاء الله. تخيل كل الاعاقات دي هناخدها ان شاء الله. طيب الناس دي كانوا بيسموهم زمان في المنهج القديم اسمهم ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني محتاجين نتعامل معاهم بايه؟ بحاجات خاصه. تمام. لكن هنا المنهج القديم مسميهم ذوي الاراده القويه، وهيجيب لنا نماذج كتير جدا منهم واخدين ميداليات في السباحه، واخدين عاملين انجازات كبيره جدا جدا هنعرفها على السنين الجايه والسنه دي. تعال شوف الصوره. الولد بص لزميله خلينا نقول اللي عنده اعاقه وماسك الكوره وبيلعب. انا اللي ربنا مديني ايد وعين ومعافى الحمد لله، طبعا دي كلها نعم نحمد ربنا عليها، مش عارف، مكسوف، خايف، يا اخي يعني سوري في اللفظ كده، اخزى على دمك. يعني اللي عنده اعاقه ولو نام في البيت محدش هيقدر يقول له حاجه مع عذره، بيلعب وبيحاول وبيعافر، وانا اللي عندي كل الامكانيات. ودي رساله مهمه جدا جدا ليك، لازم تستغلها صح. انا عارف انت صغير والكلام ده كبير عليك، بس المنهج محتاج كده. ايه هو المنهج محتاج كده؟ ان ربنا مدي لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمه كل حاجه عندك. اب بيصرف، ام بتذاكر، عندك جسمك الحمد لله الحمد لله معافى سليم، صحتك كويسه، يبقى معاك كل الامكانيات، محدش بخلان عليك بحاجه. معاك كل الامكانيات اللي توصلك تبقى واحد ناجح. تمام. وواحد ناجح ما تربطش ناجح لما ابقى دكتور او مهندس، لا لا لا، الخريطه هتتغير الفتره الجايه اطلاقا، هتتغير. وانتوا في كل مكان عندكم دلوقتي شايفين دكاتره الاسنان ودكاتره الصيادله المهم ناجح مش شرط تحط دماغك في الطب والهندسه، لا 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 اطلاقا، حد ناجح في مجاله. تمام. عندك كل الامكانيات، فدي رساله ليك. لكن لو حد عنده اعاقه لا قدر الله، تمام، ممكن نعذره، ممكن نقول ده عنده ظروف، لكن الحمد لله كل السبل متوفره ليك كطالب ان انت تكون ناجح. فاعمل اللي عليك واتعب، وربنا دايما عمره ما بيضيع تعب حد. نكمل. نظر ادم فراى صديقه زين. خد بالك كلمه زين من حاجات المنهج الجديد اللي الكتب الخارجيه مش عارفه تعمل معاها ايه، هنتكلم عليها. زين مش جايبينها متشكله، يعني مش عارف تقول زين ولا زين، هو اصلا نفسه مش عنده المعلومه. تمام. او مش عارف، او كتاب المدرسه مش حاططها، فقلت زين صح، زين صح، لان هو مش حاطط عليها تشكيل. تمام. نكمل. يحرز هدفا في السله. يعني ايه؟ هو وفي نفس الوقت المعلم بيكلمه بيقنعه تقدر، شاف ولد عنده اعاقه وماسك الكوره وبيحط جول في السله وهو قاعد، فاكيد هيقول ايه؟ اكيد هيقول تحمس ادم وقال لنفسه انا استطيع ساحاول. هو ده المهم، حاول مره واثنين وثلاثه، حتى لو ما بتعرفش حاول، ما عندكش حاجه تمنعك. شاف الولد صاحبه عنده اعاقه وبيحرز وبيلعب وعنده ثقه، قال طب انا فين من ده؟ تمام. الناس دي بتحسسنا احنا بالخجل لما تلاقي واحد كفيف حافظ القران كله، لما تلاقي بنت عندها 16 سنه واخده مركز اول في السباحه وعندها اعاقه في جسمها واخده المركز الاول على مستوى افريقيا والوطن العربي. الحاجات دي كلها بتحسسنا احنا كناس اصحاء بالتقصير. تمام. نكمل. زين او ادم لما شاف زميله بيحط هدف تحمس بقى، خلاص يعني ده بيجيب جول وانا لازم احاول. تمام. هو ده الدرس الايه؟ الدرس الاول. تاني قلت لك الدرس كله هنتملاه وهنكتبه في البيت ونحفظ الكلمات: لام التعليل، لام حرف الجر، حروف الجر المتصله، المنفصله،
اسلوب النهي، اسلوب النفي، ضمير المخاطب، ضمير المتكلم، فعل الامر، اسلوب النداء. الكلمات دي ايه؟ نحفظها. تمام؟ ده الدرس الايه؟ الدرس الاول. تمام؟ طبعا الكتاب جايب ورا احداث البدايه والنهايه ولا ليك علاقه بيها. الموضوع الناس فاهمين الموضوع غلط. هناك حاطين معاني كلمات وهنا حاطين احداث البدايه والنهايه. احداث البدايه والنهايه تبقى في قصه الاستماع فقط. تمام؟ مالكش علاقه بده. السين والجيم. ماذا فعل المعلم في فناء المدرسه؟ وقف المعلم في فناء المدرسه. لماذا وقف المعلم في فناء المدرسه؟ ليختار لا لا لا، انت اقرا القصه بصوت عالي واسمعها وافهمها، ولا انت محتاج ولا سؤال من دول. تمام؟ تمام. ليه يا مستر محفظهم عشان ينفعوني؟ يا حبيبي يا قلبي يا عمري، من اول رابعه لعند ثالثه ثانوي بيجي لك القطعه وتحتها اسئله، الاسئله دي حلها في القطعه. تلاقي كلمه او اتنين مش موجودين جداد عليك بس شبه اللي انت واخدهم قبل كده في الدروس. ما تحفظش اسئله تتعب نفسك. تمام؟ طبعا هنحل الايه؟ هنحل الاسئله. زي ما انا قلت لك الدرس معاه ملحق وهو ضمائر المتكلم. قلت لك ضمائر المتكلم انا دي لمين؟ انا لضمير متكلم للمفرد المذكر. انا ولد وانا بنت. يعني ايه؟ يعني انا ما بفصلش بالاثنين، مش زي هذا وهذه. انا ولد انا بنت، يبقى انا ضمير متكلم للمفرد المذكر والمؤنث. طب لو جمع هنقول نحن. نحن لمين؟ نحن للاولاد والبنات. نحن بنات، نحن اولاد، نحن تلميذات، نحن تلاميذ، نحن اباء، نحن امهات. ضمائر المتكلم بتكلم سواء انا مفرد لوحدي، انا اللي هي في الانجليزي اي، او احنا كلنا نحن او وي في اللغه الايه؟ العربيه. تمام؟ تتغير مع المفرد المذكر؟ لا ما تتغيرش، ما فيهاش شرح. ما ينفعش اقول انا بغيرها مع المذكر زي هذا وهذه، لا. زي انت وانت، لا، هي ثابته مع المذكر ومع المؤنث، المفرد وحتى فين؟ في الجمع. تمام؟ دي شرحناها في وسط الدرس. كده احنا معانا ايه؟ معانا درسين. الحصه الجايه بقى هناخد توماس اديسون. طب ايه علاقه الدرس الاول؟ انا اصلا مسابقه القراءه ان واحد مش مستعد، تمام، وواحد مستعد. هنخش في نفس الطريق، واحد ما عندوش ثقه بنفسه، المدرس او المعلم بيشجعه وهيقدر يعملها زي مرتبطه. الحصه الجايه هناخد بقى توماس اديسون اللي اول واحد بيفتتح بالمنهج ذوي الاراده القويه. اللي الناس ما تعرفوش ان توماس اديسون كان عنده توحد، كان عنده توحد وكان عنده مشاكل، لكن المعلم في الفصل كان واحد قليل الذوق وقليل الادب. تمام؟ مش قرب منه، كان دايما يوبخه في الدرس ويقول له انت مش نافع، انت روح العب، روح بيع، معرفش ايه، زي ما بيحصل كتير جدا جدا. وهنعرف توماس اديسون ازاي من طفل عنده مشاكل كده ليه بقى واحد العالم كله بيقول اسمه لعند دلوقتي، مات وخلاص تحلل، لكن الاختراع بتاعه عمل اكتر من 1000 اختراع، اشهرهم على الاطلاق هو المصباح الكهربائي اللي نور بيه العالم. وده هناخد الحصه الجايه باذن الله تعالى. تاخد المنهج شوف خيط مع بعضه، خيط بيوصل بعض. اتكلمنا النهارده عن زين، حاجه اراده قويه او ذوي الاراده. الحصه الجايه هنتكلم عن توماس اديسون، واحد من الناس دي اللي عنده مشاكل في التعليم، وهنشوف مين اللي تولى وعرف يوصله للمرحله دي، وهنشوف دور المعلم الحصه دي عمل ايه، خلى واحد مش عنده ثقه بنفسه يكون واثق، وواحد تاني كان واحد عنده مشكله ومحتاج مساعده قال له ايه، وبخه ازاي. وده هنعرفه الحصه الجايه ان شاء الله. توماس اديسون مش نص استماعي برضه هنحفظه، نتملاه باذن الله تعالى. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟